كلنا شفنا حفل جوي أورد اللي كيتندر سنويا في السعوديه، واللي كيكونوا فيه بزاف ديال الفنانين من مختلف انحاء العالم، وكل شيء كيبقى يتسنى شنو غيلبسوا. وطبعا الفنانين المغاربه حتى هما كانوا حاضرين، واكيد قبل من الحفل انا وبزاف بحالي كنا كنتسناو الفنانات المغربيات شنو غادي يلبسوا. وهنايا كنقول لكم بالله اغلبيتهم لبسوا قفاطن وتكاشط مغربيه، ويمكن لو كانوا لبسوا شي حاجه اخرى اكيد ما غيساليوش من انتقادات ديال المغاربه ليهم. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا عليهم ونشوفوا شكون اللي كانت اطلالتها زوينه وشكون احسن واسوا اطلاله في هذا الحفل هذا، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا شنو قال الاعلام التونسي على المغربيات اللي كانوا في الحفل. نبداو بالفنانه سلمى رشيد اللي لبست قفطان مغربي عصري خفيف. بالنسبه ليا كان اختيار ماشي موفق بزاف، حيت سلمى في مناسبات انا شفتها في مناسبات سابقه لبست قفاطن حسن من هذا بزاف. ما عرفتش علاش احتاجت لهذا النهار هذا المهم وما حسناش الاختيار، لكن هذا ما كيعنيش ان القفطان اللي لبست ما كانش زوين، لكن كان بسيط بزاف وماشي في حجم الحفل. بالنسبه ليا اللون كان مشعشع بزاف، اللون الاحمر كان مشعشع بزاف وما جانيش مناسب لهذا الحفله هذا. المهم ان اللوك كامل نعطيها 6/10. ونمشيو لميس دعاء. ميس دعاء كنظن كلشي كيعرفها، واللي اختارت تلبس قفطان حريري في اللون الابيض سامبل اونطروز، واللي كيميزو هو داك الريش اللي في الكتاف ديالو، يديه ديال الموسلين وحتى هما مطروزين. صراحه ديما كنطرح على نفسي هذا التساؤل فاش كنشوف ميس دعاء في شي ايفنت ولا في شي حفله، علاش ميس دعاء عمرها لبست شي قفطان ولا شي تكشيطه همويه؟ ديما كتختار قفاطن عصريين بزاف وكيكونوا ايفازي. هي اصلا زوينه بزاف واللي لبستها كتواتيها. المهم كنتمنى المره الجايه تبدل الستيل ديال القفطان ولا ديال التكشيطه اللي كتلبس. دعاء خدات من عند واحد المصممه مغربيه اسمها مريم عمور، صراحه ما كنعرفهاش، اول مره كنسمع بها. المكياج ديالها كان زوين، الشعر حتى هو كان زوين وسامبل، اللوك ديالها كامل كان بسيط وكنعطيها 7/10. وجدان سعيد كنظن مؤخرا هذا الاسم ولا غني عن التعريف، وهي واحد البنت زوينه عرفناها في برنامج قسمه ونصيب، والمؤخرا كنشوفوا نايض عليها واحد الجدل كبير من طرف بعض الجهات. كاين انتقادات كبيره ليها، هجوم، ما عرفتش علاش. البنت مؤدبه ظريفه زوينه. المهم بنت بلادنا وخاصنا نوقفوا معها. الصراحه وجدان كيف ما قلت زوينه بزاف، ما محتاجاش دير شي مجهود كبير باش تبان، او اي حاجه لبستها راه كتواتيها. وجدان في هذا الايفنت اختارت تلبس واحد التكشيطه مغربيه، اللون ديالها ازرق ملكي، تكشيطه عفوا مطروزه بالذهبي، واللون جمعها بزاف وجمع البشره ديالها. واخا انا بيني وبينكم انا كنهضر على راسي ما كيعجبنيش هذا اللون هذا بزاف، ولكن هي وتها حيت زهره كيف ما قلنا. حتى المكياج كان ناعم واللوك كامل كنعطيها 7/10. ودابا كنوصلوا لعفراء. عفراء غزاله الصراحه مرا زوينه بزاف، ما محتاجاش المجهود كبير باش تبرز الجمال ديالها في الحفله. كانت لابسه تكشيطه كحله وفيها تطريزات. صراحه الاطلاله كانت ملكيه زوينه بزاف، عجبتني، والاهم انها كانت مختلفه تبارك الله عليها. ما عندنا ما نقولوش، شعر ميكاب مجوهرات كلشي كان بسيط وزوين وكلشي كان متول. نعطيها 8/10. دعاء اليحيوي كنظن ما كاينش شي وحده هنا ما عجبتهاش دعاء اليحيوي. جات فنه، جات غزاله. دعاء دات معها الميك اب ارتيست ديالها من المغرب، واللي طلبت منه باش يدير لها مكياج مات. الشفايف كانوا في البوردو، دات معها حتى الاوتفيت ديالها واللي هي تكشيطه ذهبيه غزاله مع لي زاكسيسوار ديالها. صراحه طلا ما عندنا ما نقولوا فيها. البنت غزاله طويله فورمه، التكشيطه كذلك كانت تحفه فنيه عليها، بخياطه مخزنيه همويه، وانا اكيده ما كاينش اللي ما عجباتوش التكشيطه. دعاء قبل من الحفل اكدت انها ما يمكنش تفوت هذه الفرصه وما تلبسش القفطان المغربي. اكيد القفطان وماشي اي قفطان. سناو لي الزاز هاي وطيريري بالقفطان. الصراحه كانت ملكه جمال، حتى المكياج والشعر كانوا بساط ورقين. في نظري من بين اجمل الاطلالات في الحفل، تبارك الله عليها وخلاص، ما عندنا ما نقولوا، كانت كامله مكموله. كنعطيها 10/10 وتستحق الصراحه. وكنوصلوا لاسماء منور. اسماء اللي راه اشهر من نار على العالم، كلشي كيعرفها، واللي تعمدت اني نخليها هي الاخرانيه، لان الصراحه اسماء عمرها حشماتنا. ديما اختياراتها كتكون متميزه وملكيه،
وهاد المره نفس الشيء. اسماء اختارت قفطان اخضر ملكي في اللون الزيتي ديال الحرير بالتطريز بسيط وعليه السلهم ديالو ولا الكاب ديالو، وهذا الشيء اللي عطى القطعه واحد التميز وخلاها كتبان ملكه. ومن غير هذا الشيء ما كاين لا ابتذال لا عري، كانت مميزه، كانت ورده ورده في وسط كل شيء. كانت كتبان محتشمه بحال الاميرات. حاجه وحده اللي ما يمكن ما عجبتنيش، ما عرفتش تقدر تكون عجبتكم نتوما، وهي الشعر. لو كانت اختارت شي مشيطه تكون اخرى، مثلا الشعر ديالها طلقو او تجمع فيه النص وتخليه في النص، كان غادي يبدل اللوك كامل. ولكن ابر هذا الشيء كانت ملكه، كنعطيها 9/10. ونبقاو نيت مع اسماء في هذا الفيديو هذا. بغيت غير نناقش معكم واحد الموضوع. كنشوف اسماء وهي ماشيه موراها كاينه واحد الممثله جزائريه سميتها امل بوشوشه. الصراحه هادشي خلاني نتسائل علاش غير حنا المغربيات اللي متشبتين بتقاليدنا ولباسنا وكتلقانا في اي مناسبه ضروري نلبسوا القفطان ولا التكشيطه. هذا ماشي تهجم على اي واحد، ولكن راه غير تساؤل. الحفل كانوا فيه جزائريات وحتى تونسيات وحتى هما كانوا انيقات، لكن كنلاحظ حنا ديما متشبتين بلباسنا ضروري نلبسوه. تقولوا لي حيت التقليدي كيتلبس، هما يمكن غيجاوبوني يقولوا لي التقليدي كيتلبس غير في المناسبات عندهم، ولكن راه هذه هي احسن مناسبه باش نبين لباسي وتقاليدي، وزيد عليها ان اللبس التقليدي كيبان محتشم وراقي. وهذا التساؤل زاد ترسخ لي في راسي فاش كنت كندور في اليوتيوب غير صدفه كيطلع لي واحد المصمم جزائري داير ديفيلي. المصمم سميتو كريم اكروف، اكيد الجزائريين كاملين كيعرفوه حيت راه عندهم مشهور. الديفيلي كان كله لباس تقليدي، واخا شفت فيه واحد القفطان ولا مهم مغربي، ولكن معليش ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. المهم انني قلت مع راسي علاش امل والفنانات الجزائريات الاخرين ما يلبسوش من عنده شي قطعه تقليديه ديالهم بحال كاراكو ولا ما عرفش كيسميوها هما الجبه، ولا المهم راه عندهم لباس تقليدي اخر. على زعما كاملين كيفضلوا يلبسوا لي غوب وما يلبسوش اللباس التقليدي في هذه المناسبات هذه. بالنسبه اللي غيبرر وغيقول لا حنا كنلبسوا اللباس التقليدي غير في المناسبات، ولكن راني شفتكم مؤخرا كتلبسوا في برامج الطبخ في سميرة تيفي وفي نشرات ديال الطقس. يعني اللي غيلبس قفطان مغربي في نشره ديال الطقس اجدر به انه يلبس كراكو في جوي اوورد، احسن بلاصه فين تبينوا التراث ديالكم. المهم هذا راه كان غير تساؤل، انا ما كنتدخل في حتى شي واحد. حتى الفنانات التونسيات صراحه كانوا متميزات بزاف وانيقات في هذا الايفنت، عجبوني بزاف، لكن ما عرفتش علاش حتى شي وحده فيهم ما كتلبس تقليدي. وحنا عارفين التوانسه تبارك الله عليهم حتى هما عندهم لباس زوين، وهذه ماشي هضرتي بوحدي، راه حتى الاعلام ديالهم هضر على هذا الموضوع، وحتى هو بقى كيتسائل علاش الفنانات ديالنا التونسيات ما يلبسوش حتى هما الفوطه والبلوزه. طليلة اسمى المنور بالقفطان. أيوة. انا غرت على الاخر كي جيت القفطان المغربي. شكون حبيت تلبس؟ لا انا حبيت نشوف الفوطه والبلوزه ولا الفرمله التونسيه، خاطر ريت حضور قوي بتاع القفطان المغربي، كان فيه زين غايه في الروعه. محلاها اطلالتها موفقه من اللون للاختيار، القماش للطريزه للستيل للكاب اللي كان محطوط على الكتف وكان مطروز بفاسون سيمتريك. فريمون اطلاله جدا موفقه الاسماء. والله مش غريب على المغاربه، علاش؟ على خاطر في اي ايفينمون في اي كليب في اي حاجه ديما يحاولوا يوصلوا ويفرضوا، صحيح هذه الكلمه الاصح، ساره يعطيك الصحه، اللوك المغربي التراث نتاعهم ديما موجود ويعطيوه قيمه كبيره. دونك ان شاء وانا كنقول بالله القفطان المغربي ماشي غير جا وغير هكاك ووصل للعالميه، لا راه هذه الخدمه ديال سنين وسنين من الجهد والتعب ومن طرف الصناع التقليديين والدوله ووزاره الثقافه والمجتمع المدني كامل منخرط في هذا الشيء. والاهم من هذا الشيء كامل هي المراه المغربيه اللي عمرها ما كتفلت حتى شي فرصه واحده باش تبين لباسنا واصالتنا وتقاليدنا في اي ايفنت في اي حفله كانت داخل المغرب ولا خارج المغرب. ضروري القفطان المغربي يكون حاضر، لدرجه انه ولينا كنصدروه لدول العالم ولينا كنلاحظوا خليجيين ولاو كيلبسوه، اوروبيين. وهذا الشيء اللي خلى بعض الدول تخلى على لباسها باش تشارك معنا لباسنا. وهذا الشيء صراحه راه ما مزيانش لا في حقنا ولا في حقهم. ماشي مزيان انك تخلي المغربي يدير مجهود باش يوصل لباسو ويدير واحد المجهودات مكثفه وتجي انت تبغي تاخذ كل شيء بالبارد. لازم كل واحد يخدم على ثقافته ولباسه
وبمجهوده يحاول يوصل ثقافته للآخرين. إن شاء الله المغرب راه قدم ملف القفطان المغربي في اليونسكو، وقريبا غادي نسجلوه. كنظن شهر 7 إن شاء الله. شهر 7 راه الملف محطوط ومنزل، ولكن غادي يتسجل إن شاء الله في شهر 7. واخا هادشي كان خاصو يتندر شحال هادي، لكن ما كانش حسب لينا بلا الأمور غتوصل لهاد المواصلة هادي، وأننا غادي نتعرضوا للنهب والسرقة. صراحة ولينا كنشوفوا شي حاجات غرابين. كلنا عارفين بأن اليونسكو كتعطيك تسجل غير 2 ديال الحاجات في العام، وديك الشيء علاش يمكن تاخرني او ما عرفتش، يمكن تهاون من طرف وزاره الثقافه. المهم ان هذا الشيء خصو يتحل في اقرب وقت. القفطان المغربي خصو يتسجل. والصراحه راه ماشي غير القفطان اللي كنعانيو من النهب ديالو، راه كاين بزاف الحاجات، بزاف الالبسه، القفطان، الجلابه المغربيه، التكشيطه، السلهام، البلغه، الصالون المغربي، هذا الشيء من غير الماكله ديالنا، بزاف الحاجات. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. الفيديو ديالنا راه سالا، كنتمنى يكون عجبكم وديروا جيم. الى عجبكم ديروا جيم.